الأستاذ محمد دويبي الأمين العام لحركة النهضة. ومن مستوانا المواطن لابد له الحد الأدنى من العيش الكريم، ومن المطالبين بمراجعة ملف الأجور. طاهر قسوس، مستوانا. وفيه ثم هذا كما قلنا ثم المطالب هذه ثم ولا الاحتياجات تاع الحياة الكريمة تاع العيش الكريم. المواطن هذه لازم له الحد الأدنى من العيش الكريم. الآن مسألة الأجور هذه احنا رانا من مطالبين بها. من البيان الأول قال يا جماعة الخير القدرة الشرائية فيها هنا صح ولا واجب؟ هي دوكا تما كي يوصل الكيلو تاع 55 250 ويبقى تما الأثر تاع المواطن، الأثر تاع الموظف ولا تاع المتقاعد. هذه الإشارات هذه احنا من واجبنا أننا ننبه إليها. هذه مطالب مشروعة، لازم على الأقل يكون كاين توازن بين القدرة الشرائية وبين ما هو مطروح الآن بين الأجور والعلاوات وهذا. كاش مساواة كاين تما اختلال الآن، كاين اختلال تما في القطاع بين قطاع وقطاع. كاين قطاعات ما شاء الله وحنا ماذا بينا الشعب الجزائري كله، وكاين قطاعات معدومة. يعني لما نلقاو إطار ولا موظف في مؤسسة رسمية تاع الدولة عنده 25 سنة عمل مازال ما لحقش 30,000 دينار جزائري. هذه مش احنا طالبنا باش يكون قانون عام يراعي هذا التوازن هذه تسمى بين الأجور ومختلف القطاعات. الآن صح رئيس الجمهورية تم دار إجراءات احترازية تم العملة الصعبة، ولكن المواطن انظر كذلك. فكل مرة الأحزاب السياسية دور الأحزاب السياسية والنخب والإعلام هو إيصال انشغالات نتاع المواطن وإيصال الهموم نتاع المواطن المسؤول يقرر. وإحنا الحمد لله تم الآن فيها آليات الضبط موجودة. آلية الضبط موجودة بين مثلا الطلب وبين العرض. احنا مثلا نروح تما من المواد الغذائية. المواد الغذائية الأساسية الأسعار تاعها تهبط، هي من كورونا وراء. الآن لازم مخطط لمعالجة آثار كورونا في الأسعار. كاين الموضوع مثلا في بعض الأحيان تدار إجراءات، قال أنا نوقف الاستيراد في المواد التي تنتج هنا. مثلا قطاع ولا منتجي تاع التفاح استفادوا، عندهم دوك شحال 3 سنين استفادوا من هذا الإجراء، لكن المواطن ولا مش ذاك حبة. هنا الدولة تتدخل بهدير الضبط بين المحافظة على المنتج عن الفلاح وبين طلبات المواطن. إذن هذا هو تم احنا تم دور الأحزاب السياسية ودور النخب والإعلام هو هذا الضبط هذا اللي لازم يكون موجود في الدولة. في بعض الأحيان